لو أول مرة تشوفوني معاكم من مطبخ شيماء، ياريت تشرفوني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتي اللي بنزلها، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. نعمل تورتة الجيلي، هي ديت الحل للحر اللي احنا بنبقى فيه، بترطب كده وحلوة جدا وسهلة كمان. معايا هنا شفشق الخلاط، لو حابة تشتغلي بمضرب يدوي مفيش مشكلة، بس هتاخدي وقت شوية. وهقولك ازاي تطلع معاكي الكيك فاتح. حطيت هنا 3 بيضات، وحطيت فانيليا، عندك فانيليا سايلة او بودرة مفيش اي مشكلة، وحطيت نص معلقة صغيرة من الخل. الخل هنا كمحسن وكمان بيعمل على تفتيح الكيكة كويس جدا. جبت كوباية ونص سكر، حبيبات عادي خالص، ومعايا كوبايتين من الزبادي اللي هو الحجم الصغير. حابة تستبدلي كوباية الزبادي بكوباية لبن وكوباية زبادي مفيش مشكلة. عندك لبن رايب هتعملي بمقدار الكوبايتين بتوع الزبادي دولت، وهتعمليها بتبقى حلوة جدا باللبن الرايب. وهنملى هنا الكوباية بتاعت الزبادي، هحط سمنة على زيت، واقوم حطاهم برضو على الخليط، وهضرب كويس جدا في الخلاط لحد السكر ما يدوب معايا كويس، وكمان اللون يفتح معايا ويبقى لونه فاتح كده شبه العصير. شايفين لونه ازاي؟ والرغاوي البيضة دي. معايا هنا بقى كوبايتين ونص من الدقيق، عليهم معلقة نشا، وعليهم كيس من البيكنج باودر، وهحط عليهم الخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط وبالمضرب اليدوي، وهلف الخليط ده كله كويس جدا في اتجاه واحد علشان خاطر ندخل الهواء وتبقى معانا حلوة جدا. الخليط هنا كان مظبوط بالنسبة لي، بس انا زودت معلقتين دقيق، وكانت غلطة بصراحة ان انا زودت المعلقتين دقيق. انا هنا المقدار اللي كان مظبوط الكوبايتين ونص على المقدار اللي انا قلته لكم بالظبط. لو حابه تزودي المعلقتين زوديهم، مش حابه خلاص. هي كانت المقادير بتاعتها مظبوطه جدا، لان المعلقتين الدقيق دول حسيت ان هم خلوا الكيك تقيل شويه. بس هو يعني نفعني ان هو تقيل شويه في ان هو ما يشربش الجيلي كله. انا هسيب لك برضو المقادير في صندوق الوصف بالكوبايه علشان خاطر تبقي ترجعي لها او تعملي لها سكرين شوت. معايا هنا بقى صينيه مقاس 26، حطيت فيها هنا الخليط بتاع الكيك. الفرن طبعا متسخن على درجه حراره 180، وبدخله بيبقى سخن، وبعدين بسيبها بقى بتقعد معايا تلت ساعه. هجيب هنا 3 بواكي من الجيلي، هاخد 2 بس باكوين، هحطهم في كسرولة، وهحط 2 من كوباية المية، وهرفعهم على النار لحد ما يغلي معايا كويس. حابة تحطي سكر حطي، مش حابة انا سايباها كده من غير ما حطيت لها سكر. انا هحط سكر في المرحلة الجاية. زي ما انتوا شايفين غلي معايا بالشكل دوت. وحطيت كوباية مية ساقعة. هجيب الصينية اللي انا عملت فيها الكيك هغسلها وفضيت منها الكيك عبال ما يبرد، وبعدين هكون غسلت الصينية علشان انا عايزة نفس المقاس عشان خاطر تبقى مظبوطة جدا. هفضي الجيلي اللي احنا عملناه، يبقى احنا كده عملنا الكيسين الجيلي على 3 كوبايات من المية، 2 عشان يغلي الجيلي، وكوباية مية باردة علشان نهدي الجيلي. دلوقتي بقى جبت صابعين من الموز، هقطعهم شرايح رفيعة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهقطعهم كده هتعوم على وش الصينية بتاعت الجيلي، علشان خاطر انا هدخلهم كده الفريزر لمدة نص ساعة لحد ما يتجمد معايا، وهنشوف هنعمل فيها ايه. ما عندكيش موز ممكن تحطي تفاح، ممكن تحطي برقوق، ممكن تحطي مشمش، ممكن ما تحطيش اي حاجة خالص، دي حاجة ترجعلك. بس هنا عشان خاطر للاطفال كده، او لو حضرتك هتطلعيها اوردرات بتبقى شكلها حلو جدا، وكمان بتشد العملاء كده. سعرها كام؟ انا بصراحة ما دربتهاش، بس باكل جيلي انا جايباه الباكو ب10 جنيه، 3 بواكب 30. وهتحسبي بقى الصابعين الموز، وهتحسبي التكلفة بتاعة الكيك، وهتطلعي تعبك فيها. وهتشوفي بس هي مطلوبة جدا. بس ما تطلعهاش في الصينية الكبيرة دي طبعا. انت هتعمليها لو هتطلعيها هتبقى طالعة في مقاس 18 او 16، وتحسبي تكلفتك ازاي. هنا بقى خلاص عملت الموز، حطيته على الجيلي ودخلته الفريزر لحد ما اتجمد معايا. هجيب باكل الجيلي مكان اللي احنا عملنا فيه الباكوين،
وهحط هنا باكل جيلي وهحط عليه كوباية مية برضو وكوبايتين، وبعدين هحط سكر وهرفعهم على النار، وهقوم بقى ايه جايباه دلوقتي حطاه هنا على الخليط ده. هحط كوباية اغلي بيها الجيلي، وبعدين احط كوباية باردة علشان خاطر ان انا اطفي بيها الجيلي ما يبقاش سخن معايا. وهنزل زي ما انتوا شايفين كده على طرف المعلقة علشان خاطر ما بهدلش اللي تحت او يكلكع مني. لا، خلي بالك من الملاحظات ديت علشان خاطر تتفادي اي غلطة. وهجيب الكيك وهحطها شايفين على ظهرها. انا هحط على ظهر الكيك الوش عندي هنا لفوق، عشان خاطر هدخلها الفريزر هتقعد معايا من 3 ل4 ساعات. طالعة طبعا متجمدة. هجيب بقى اي فوطة سخنة هبلها مية سخنة من السخان، وهفضل الف كده على الصينية بالشكل ده لحد ما احسها تسيب معايا زي ما انتوا شايفين دلوقتي هتطلع. بصوا حتى سيبت شوية من الجيلي، ما تقلقيش خالص. بصوا طالعة معايا اللهم بارك. الطبقة متماسكة طالعة حلوة جدا تحفة جدا. وكمان شايفين لو هتطلعيها اوردر هتلفيها بفاكيوم علشان خاطر تحافظي عليها توصل للعميلة او تضمني وصولها بالسلامة. انا هقطعها لكم هنا عشان تشوفوا شكلها عامل ازاي من جوه. شايفين طبقات الكيك وطبقة الجيلي وهي بترقص من فوق، والموز من جوه، وكمان الجيلي شارب شوية في الكيكة تحفة جدا. اتمنى تجربوا